تحذير الأهالي دخلوا منطقة مسكونة بالجن في الصحراء، ومن أول يوم والرعب بدأ. أهلا بيكم في تجارب رعب حقيقية. خالد بيشتغل جيولوجي. خالد وزمايله راحوا منطقة في الصحراء عشان ياخدوا عينات من التربة بهدف التحليل والدراسة. البدو اللي ساكنين قريب من المنطقة دي حذروهم وقالوا لهم إن ده وادي جن ساكن فيه من آلاف السنين. خالد وزمايله مهتموش بالكلام وقرروا يكملوا شغلهم عادي. ومن أول يوم ليهم وكل حاجة غريبة بدأت تحصل لهم. علب الأكل وأزاز المية بدأت تختفي، المعدات تختفي وترجع تظهر تاني. حتى اللي كان بيحاول فيهم يشغل قرآن سواء على الموبايل أو على الراديو كان بيحصل صوت تشويش عالي جدا يغطي على صوت القرآن. في ليلة خالد كان نايم في خيمته عادي، سمع صوت حد بينده عليه وصوت خطوات قدام الخيمة. طلع يشوف مين، ملقاش حد، واتفاجئ ان كل زمايله واقفين قدام خيامهم وحسوا بنفس اللي خالد حس بيه بالظبط. تاني يوم خالد قرر ياخد العربية ويروح يجيب عينات من جبل بعيد عن المعسكر بحوالي 3 كيلو، وخد معاه واحد صاحبه. وهم راجعين العربية عطلت منهم، حاولوا يصلحوها معرفوش، قرروا يرجعوا مشي. وهم ماشيين اتفاجئوا ان في شخص ماشي جنبهم طويل ورفيع وايده طويلة جدا واصلة لحد ركبه وهدومه مقطعة وليه انياب. من الرعب جريوا، والشخص ده فضل يجري جنبهم. سرعتهم زادت، هو بيجري جنبهم، سرعتهم قلت، برضه بيجري جنبهم. لما قربوا من المعسكر الشخص ده اختفى، وهم كمان قرروا ينهي المهمة ويمشوا من المكان ده. لما يجيلك تحذير اوعى تتجاهله ولازم تاخد بالك.